من أكثر الحاجات اللي شدت انتباهي وأنا ندور في السافانا سواء في كينيا في تنزانيا ولا حتى في ناميبيا هي التزاوج عند السيودة. في فترة التزاوج لسد واللبة يجبدوا رواحهم القطيع وما يركزوا كان في نقل الجينات. كل ربع ساعة ولا نص ساعة يعاودوا يتزوجوا من جديد من 100 ل 200 مرة بين 3 و5 أيام، لا ماكلة لا شراب، واللبة هي اللي تقود. كل ما تحضر تقول له هيا نعاود، وكان ما يسمعش الكلام ياكل تريحة نباش الخمور. بالرغم اللي هي ما تختار كان السيد القوي اللي يغلب العركة مع السيودة الآخرين واللي لبته مزيانة وزهيره قوي. هذم الكل علامات تستوستيرون وصحة وهيمنة تخليها تقول هذا البول مثالي لصغيراتي، ويلزمها تتأكد اللي هو باش يداوم، على خاطر كيف يجيو ذكور آخرين القطيع باش يقتلوا الصغيرات الكل باش لنافي يعاودوا يحضروا من جديد للتزاوج. معناتها التزاوج عند السيودة ماهوش لحظة غريزية، فيها عركة كبيرة واختيار وبارشة ذكاء من اللبة باش تفرز القوي اللي يليق بعائلتها. زعما احنا نختاروا بنفس الطريقة ولا المعايير تبدلت؟ خلوا لي رايكم في التعليقات.